السلام عليكم الخوت الخوات كراكدين. جينا نهضروا على الفندق ديال المنتخب الجزائري داوليز ايرت، هذا اللي جاي في مدينه الرباط سهله، يعني جاي تمايا ما شاء الله فندق عالمي. هنحط لكم تصاور هنا، راه الزياره الاخيره ديال الوليد صادي راه كان زار تما لهذا الفندق هذا وكان مشى للملعب. الفندق هذا ما بعيدش على الملعب بزاف، عندك 16 دقيقه ربع ساعه انت في الملعب. يعني فندق عالمي في بلاصه عالميه، قدامك المسرح، قدامك البرج، قدام يعني الطرقات ديال المغرب، بلا ما نهضروا على البنيه التحتيه في الطرقات، وهذاك العالم عالم اخر. يعني فندق عالمي. انا حطيت لكم التصاور ديالو هنا. صحافه زيكو راهم مصدومين لانهم 100% راهم سولوه، ولكن واش غادي يخرجوا زعما ويهضروا على البنيه التحتيه ولا ما يخضروش؟ علاش ما غاديش يهضروا؟ ها انتم بداوها اليوم، بداوها صحافه زيكو والقنوات العار هذا شفتوا الفندق، شفتوا الملعب مولاي الحسن يعني اللي قريب له ماشي بعيد عليه. هذو قنوات العار اليوم خارجين لنا، قال لك اودي راهم داروا شكايه لاكاف، ما داروا شكايه لاكاف على حساب البث، قال لك عطاهم غير 33 مقابله، لا ما بغاوش قدامنا، وهذه كلشي مبررات. انا حطيت لكم هنا الخبر ديال الشروق والخبر ديال باينين كلشي مبررات، باغيين يتهربوا من النقل ديال لاكوب دافريك. خاص غادي نقلوهم هما 100% غادي ينقلوا شي ماتشات، ولكن الشروط قال لك اللي فرضتها عليهم البيان سبور والمغرب، يعني فرضوا عليهم شروط في النقل، ولاكاف هي لاكاف والبيان سبور اللي فارضين عليهم شروط، يعني خاصك الاسم ديال المغرب يبان، هذوك الاشهارات اللي يفوتوا في التلفازه كلشي يفوت. دير خطا واحد يبلعوا لك القناه، جامي تبقى تنقل وجامي تبقى تنقل شي لاكوب دافريك. يعني هاد الشروط هذه صحافه زيكو راهم يتبرروا، راهم يتهربوا ويجبدوا منا، واخا هما الشروق راهم حطوا الاسم ديال المغرب، لانه الشروق جامي حط الاسم ديال المغرب. اليوم حطت الاسم ديال المغرب وكذا منا، هي مليحه بشيره خير، ممكن ان شاء الله تحسن الاوضاع لانه قريب ان شاء الله. مي هادو صحافه زيكو قنوات العار، هذه لاكوب دافريكا خصك تنقلها بالسيف عليك وتنقلها كيما هي، ما تجيش تكذب على الشعب، لانه العالم كامله غادي يشوف هاد لاكوب دافريك. وهاد لاكوب دافريك اللي غادي تكون في المغرب ان شاء الله باذن الله، غتكون باحسن المعدات في العالم. بهذاك حتى المخرج راه جابته الجامعه، جابت مخرج فرنساوي اللي خرج كاس العالم ديال قطر ديال 2022، مخرج فرنساوي. انا حطيت لكم هنايا المخرج الصوره ديالو، والاخر مخرج فرنساوي هو اللي غادي ينقل لاكوب دافريك. لا كاف ما بقاش عندها مع الاخراج، يقلعوها من الحساب. حتى القناه سي ان ار تي ديال المغرب حتى هي ما غاديش تنقلها، يكون واحد المخرج ومعدات من الطراز العالي. يعني هاد لاكوب دافريك علاش قلت لكم غتكون بحال المونديال، لانه غيشكلها ان شاء الله غادي يكون بحال المونديال، بحال حاجه كبيره احسن من المونديال، لانه الملاعب ملاعب عالميه، سي نورمال خصك تجيب لهم مخرج عالمي باش يعطيك مع اللي راهم يقولوا ان شاء الله هي راه حقيقه. يقول لك جوج ديال لي درون غادي يبقاو يتصوروا بهم المقابلات، الكاميرات غادي تكون ما شاء الله اكثر. لاكاف عطاتهم واحد الاخر واحد الكايت شارج، ولكن هما فاتوا الكايت شارج. مثلا دروك في هذا النقل وفي هذا المخرج فاتوا الكايت شارج. لاكاف ما هو لاكاف ما بقاش كاع تسوى، لانه اصلا باش عجبني انا القشع دروك بغا يقلع ليا الشك من اليقين. كاين مشكل في المخرجين، سواء ما تقدرش تعرف يجيب لك مخرج لاكاف، يجيب لك شي مخرج كاع مرون راه يقدر يسوقك، بصح مين يجيب مخرج بحال هذا صح والمدانه ما كانش، الشعره ما تفلتش بحال لاكوب دو موند. هذاك الشيء الشعره كيما راك تفرج في كاس رابطه الابطال ولا تفرج كاس اوروبا ولا كاس العالم. هذه من جهه مليحه. ثاني حاجه اللي عجبتني عاود هي في التحكيم ما لاحظتوش واحد الحاجه، كاين التحكيم راه اليوم راه شي 73 حكم اللي صافي تفاليداو، فيها 28 عرب، 28 حكم. وخايا تشوفوا يعني العرب ماشي بزاف، داو جوج من الجزائر، جوج من المغرب، وجوج من مصر في الوسط، يعني واحد من تونس، يعني هذا هما لا. ولكن روحوا شوفوا الدول سيرتو هذيك بعدا اللي كانت مع ديال المغرب، كان دول مع ديال المغرب ما عنده كانش حكام ديالهم في الوسط ولا في الفار. يعني هذه بشيره، يعني حاجه زينه اللي مليحه. نيجيريا راه عادي ولا ما طلقش نيجيريا، المنتخب النسوي النيجيريات راهم سيرتو هذيك الحكامه اللي كانت في الفار مع هذيك الدوله ما عرفت سميتها كاع، موزمبيق، هذو راه تخربيقات. بقاش كاين واحد الدول كيما هذاك اللي صاق الجيش، الحكم اللي صاق الجيش صاقها هكا، صاقها في النهار القهار كلشي يشوف ملي بدات المقابله هو يسوق فيها صاقها. ضرب خاصك تجيب حكام اللي تجاري هذه البطوله على الشعره. ولقجا هنا راني شفت حتى التصريح ديالو اللي داروا اليوم، داروا على الحكم ديال المقابله ديال المغرب
البرازيل حقه، لانه ساقك هذاك الحكم هذاك الايطالي، ساق المغرب، ساق هاك قداه بيلانتي قدو قداش، وجوج ضربات الجزاء يمكن وما شحال مفوت، المهم غير طحن، ها هو ساقك. يعني خاصك هنا تنتبه وبالفار وساقك. يعني علاش القشا خاصو ينتبه، وانا نقول له اتونسيون ناقوس الخطر زي هاد الحكام. وتا الحكام المغاربه هذوك اللي قدام ما بقاوش يحكموا وعندهم يعرفوا هاد الحكام الافارقه اللي يشوفوه عدو المغرب يعني ويبقى يقدر يطرافي لك في الفار ولا هذاك يحيدوه. وهذاك اللي يكون لانه شوف تركز غير على هاد الجزئيات، لانه تشوف الجزئيات ديال الفار. هما الوسط ما عنده ما غادي يلعب، لانه الضغط الجماهيري 70,000 غادي ترونوا. اللعب فين يكون في الفار. ما في الفار خص تحضي معاه بالاخر، الفار خص تحضي معاه على الشعره، والفيست والدكات الاحتياط الناس تكون الفوق، المهم كلشي يحضيو معاهم، لانه هنا يلعبوا لك. وسيرتو في المقابلات الكبيره، يعني مثلا تواجه مصر، مثلا تواجه السنغال، تواجه الكاميرون، هادو هما اللي شويه تكون قاصحه. مثلا تواجه جنوب افريقيا، هنا تكون جنوب افريقيا عادي يلعبوا اللعب ديالهم نظيف، ولكن متى هما حظي معاهم. هذه من جهه مليحه. كاس العالم داروا القبعه الاولى الزوجه. المغرب الركراكي لو كان لعب غير مقابلات شويه قاصحه والنيفو عالي كان يقدر يكون في القبعه الاولى. بصح اشهل مجموعه المغرب زعما اللي واحد يتمناها المغرب ولا يتمناها الجزائر يتمنى اسهل مجموعه واش هي كندا، المغرب، قطر وهايتي والله العظيم شوفوهم تما، ولا الاردن وهايتي ولا هادو هما، ولا هادو الدول هذيك كاكاوا. يعني هذه المجموعات اللي غادي ما تجي مع شويه الرؤوس المجموعه شويه قاصحه. وكاين فروق اللي في القبعه الزوجه والثالثه راه ماشي ساهل، الثالثه والرابعه مي المجموعه عاود صعيبه. تخيل تجي المجموعه صعيبه كندا، الجزائر والمغرب وحده من هذوك الاخرين، يعني تكون قاصحه شويه. نتمنوا التوفيق. هذو هما رؤوس المجموعات. انا الحمد لله الملعب، ارضيه الميدان وكل شيء هذا ما شاء الله. نتمنوا الجيش الملكي اللي غادي تجرى المقابله في ملعب مولاي الحسن ان شاء الله وراه تجرى بشبابيك مغلقه وجمهور كبير ديال الجيش الملكي اللي البارح كان داير طابور على التيكيات. مقابله عندهم قويه مع الاهلي المصري غتجري نهار الجمعه ان شاء الله مع 8 ديال الليل في ملعب مولاي الحسن. مقابله تكون بروفا واعره لهذاك الملعب. والجماهير نعاودوا الرساله لهم ان شاء الله تحلوا بالروح الرياضيه، بينوا على القوه هذيك اللي كانت في الاخر، اللي كانت في البيات، نشوفوها ان شاء الله في الميدان من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الثانيه. شجعوا وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنوا الخير للجيش الملكي ان شاء الله بالتوفيق لهم. صعبة زيكو راه تالفه لهم وليد صادي، ما قال لهم يعني ما صاب ما يكذب، ما اصلا راهم مسجلين. اصلا كان الا جا خرجت شي حاجه من اليوم من الجزائر بينا قالها وليد صادي راه مسجل. مشى اللوطيل كاين الكاميرات، مشى الملعب كاين الكاميرات، راه كلشي كاين. يغلط ولا يتهور ولا راه السيد راه الكاميرات وكلشي شادين. الملعب عالمي، لوطيل، الفندق قلنا لكم الفندق من الطراز العالي وعاد كيتحل، يعني جديد ماشي بزاف، وجاي قدام ابي رقراق، وجاي في واحد الجو رائع، وفي الرباط يعني الكالم يعني حاجه، والعاصمه والبنيه التحتيه راك تشوف من اروع البنيه التحتيه اللي كاينه في افريقيا وفي العالم، يعني حاجه مفخره. يعني انسان، والملعب ماشي بعيد 15 دقيقه انت في الملعب مولاي الحسن. يعني ما بنادم ما يقولكش راه كيما كانوا في كوتيفوار ولا في الملاعب في افريقيا يتنقلوا التنقلات تعجيزيه. اليوم راك ملعب قريب، كلشي قريب لك. نتمنى ان شاء الله وليد صادي ان شاء الله تصحى تزيد وتبدل شويه هذاك الكاركتير وترضخ وتستعرف بالقوه المغرب في البنيه التحتيه. راه تعياو وما تصبروا، راه العالم شوف تونس هما هضروا كلام الخير، الخليجيين كلام الخير، المصريين غدوه غادي يدخلوا لكاس افريقيا غادي يقول لك فينا خايفين. راك تعرفوا المصريين عندهم اقوى اعلام، راه غادي الافتتاح ينطلقوا، وكاين اخبار زينه في الافتتاح، غادي يكون فيه مغنيين كبار، وان شاء الله باذن الله غادي يكون افتتاح عالمي. ولكن قبل هذا راه كاين بطوله كاس العرب اللي غتنطلق في قطر
نهار واحد في الشهر ان شاء الله باذن الله السيمانه الجايه. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم، تهلاو في راسكم، الى فيديو لاحق ان شاء الله.